كلامي موجه للي فوق ال20 سنة، في فرق سِن كده تقريبًا فوق ال30 سنة. اوعي تفتكري أو اوعى تفتكر إن أنتم تقدروا تغيّروا من حد. كل اللي إحنا بنقدر نعمله إن إحنا نغيّر القشور الخارجية فقط لا غير. البنت اللي بتبقى فاكرة إن هي هتقدر تغيّر راجل، ده ما بيحصلش. أنتِ تقدري تغيّري تسريحة الشعر، تقدري تغيّري جزمته، تقدري تغيّري الكرافات بتاعه، أحيانًا تقدري تغيّري الperfume بتاعه، إنما تغيّري طباعه وسلوكياته مستحيل. وبرضه الولد اللي هو بيبقى فاكر إن هو هيقدر يغيّر من البنت ويغيّر من فكرها ويغيّر من الattitude بتاعها وطريقة كلامها صحابها والكلام ده ما بيحصلش. اللي بيحصل إن لو حصل تغيير، فالتغيير ده بيبقى وقتي لوقت معيّن، لإن الطبع بيغلب التطبع، ولو هي عملت حاجة أو هو عمل حاجة علشان يرضي الطرف اللي قدّامه، فمع مرور الوقت هو بيعتبر ده تنازل زيادة عن اللزوم اللي قدّامه ما بيستحقهوش. فبيحصل إيه؟ بتيجي بنتيجة عكسية. فما تغيّروش حد، يا تقبلوا الناس زي ما هي كده بطريقتها وأسلوبها وأدائها، يا تسيبوها وتشوفوا حد ممكن يتوافق معاكم بطريقتكم وأسلوبكم. إنما فكرة إن أنا أغيّر بني آدم عشان يتماشى مع معتقداتي ومع فكري ومع تربيتي، فsorry فده ما بيحصلش، يعني صعب إنه يحصل. دايمًا حتى في الارتباط أو في الزواج يعني من الأساسيات بتاعته إن يبقى في توافق، توافق فكري، توافق مادي، توافق اجتماعي. فأي علاقة حتى برّه الزواج، إن كان علاقة شغل، إن كان علاقة صداقة، إن كان علاقة زمالة، لازم يبقى فيها توافق. في عوامل مشتركة بينكم وبين بعض. فما تحاولوش تغيّروا الناس، ربنا خالق كل واحد مميز بطريقته، بأسلوبه، وبتفكيره، وباتجاهاته، وبتربيته، فما ينفعش إن كل ده يتغيّر عشان ترضي حد. خُدوا الناس على عِلّاتهم، إن كانت فيهم عيوب فاقبلوا العيوب، يا إما تبعدوا وكل واحد من طريق. هو ده الصح، هو ده المفروض. ما تتعبوش نفسكم، ما حدش بيتغيّر علشان خاطر حد. شكرًا.